لما ترجعي كده للتاريخ، يعني دايما انا بتكلم على تحديات الميه وندرتها، ولكن سبحان الله ربنا في قصه سيدنا يوسف لما بيقول دي احسن القصص بيحكي طبعا. فيها تحدي غريب جدا. تحدي بدأ ان هو في رؤية الملك شافها ان في 7 بقرات، ثم يعني بيكون 7 مم. انعجاف، وبعد كده في 7 سنبلات خضر. حضرتك بيتكلم على تشالنج فوركاستنج، شايفه برؤية، طبعا ده علم اعطاه ربنا سبحانه لسيدنا يوسف، وفي نفس الوقت بيمشي تحدي ان انت بالنسبه لك هتعيش 14 سنه. خلي بالك احنا مش بنتكلم بزنس بلان 3 سنين، انت قدامك 14 سنه، مشوار طويل، منهم بدايه جيده، ثم بعد كده عندك قاع هتتعامل معاهم ازاي. وبيبدا الحل بازاي ان انت تزرع، ثم تخزن، تعمل بريزرفيشن وتستور، ثم تمانج طيب. وتدير من اول يوم. لان انا اول 7 سنين عندي كل حاجه، ليه انا اختصر؟ يقول لك ما تاكلش منه، هتاخد منه جزء ان هتخزن الباقي، لان لو تركت دي ممكن يكون ديزاستر، وممكن يكون حروب تقوم على حاجه زي كده. او الناس اللي بتيجي تشتريها حتى اللي في النهايه يقول له حمل وبيع، واحنا بنسميها في علم المايه ديماند مانجمنت، كونسومشن مانجمنت. فانت بتدير في كل المراحل، الاول بدير المورد وبعمل له عمليه ستورج، وبعد كده بطلعه للماركت بشيء محسوب، لان كل واحد بياخد المقنن بتاعه طبعا. دون ان يجير واحد على الاخر. لان لو فتحتها كومبيتيشن للماركت، ممكن اللي معاه فلوس ياخد كده ويبقى في تتحول الى مجال.